ننسى خوازيق الماضي واخطاء الماضي ونعمل خوازيق جديده، ودعونا ننسى الجوله اللي فاتت المنيله، اسوأ جوله في حياتي واسوأ جوله برضو لناس كتير جدا. يعني جوله فيها ناس كتير ما وصلتش ال 30 نقطه حتى، واللي دخل 40 دي الناس الجامده قوي. فيعني خلونا ننسى الحاجات دي كلها ونتكلم بقى في دبل برايتون ونيوكاسل، وهل هو دبل حلو ولا وحش، وهل دبل منفوخ ولا هيفيدنا. بس المهم اظبطوا لي لايكات، السبسكرايب، الشير لاصحابكم. انتم مظبطيني اخر كام فيديو، فاظبطوني كده وكملوا التظبيط بتاعكم. ويلا بينا نبدأ نتكلم عن الدبل. نيوكاسل عندهم ماتش قدام فرقة املط فرقة في الدفاع في الدوري كله، ليدز، مش عارف دخل فيها حاجة و60 جون. تقريبا هي اضعف دفاع في الدوري مع ليستر. والفرقة التانية هيبقى برايتون على ارض نيوكاسل، وبرايتون اصلا دفاعيا وحشة جدا، وكمان بره الارض بتبقى زفت. حرفيا برايتون بره الارض دفاعيا بتبقى رايحه في داهيه. فخلينا بقى نمسك نيوكاسل خاصة في الهجوم. عايز اتكلم قبل ما اتكلم في الهجوم، عايز اتكلم عن تريبيه. تريبيه زي الزفت وما بيجيبش نقط وحاجة تقرف ومنيلة بنيلة. بس خدوا بالكم من تريبيه تاني اكتر لاعب عامل اسيستات وعامل فرص محققة لانها تدخل جون بعد برونو فرنانديز وقبل كمان دي بروين. فانت متخيل ان هو بيعمل عظمة، هو اللعيبة اللي مش بترجم فرص، هو مش يعني ملوش ذنب. لو معاك تريبيه ما تبيعوش، لو مش معاك ما تجيبوش. تنفع قصيدة دي. فانا همسك دلوقتي نيوكاسل وافصصها لك. نبدأ بخط الهجوم. انا هتكلم في مقارنتين بالذات، في مقارنتين لازم اتكلم فيهم: ايزاك وويلسون، وكمان عايز اتكلم عن جولينتون وويلوك. فهنبدأ بايزاك وويلسون. ايزاك اخر 10 ماتشات لعب 8 اساسي، جاب 7 اجوان واسيست. ويلسون اخر 8، انا حاسب على ال8 لان ويلسون الماتشين اللي قبل ال8 دول كانوا مصاب وما لعبش اساسا. فهو اخر 8 لعب 3 منهم اساسي، جاب 8، جاب جون زياده اكتر من ويلسون، رغم من ايزاك، رغم ان هو لاعب وقت اقل بكتير من ايزاك، وعامل نفس الاسيست بتاع ايزاك. ميزه ويلسون ان هو شارب اكتر على الجون، بيبقى اقرب للجون. يعني حتى بره الارقام دي ويلسون بيبقى قريب قوي للجون. بتلاقي ان ويلسون دايما في الماتشات بتلاقي عدد شوطاته اكتر من ايزاك، حتى لما ايزاك بيلعب مهاجم. الاتنين ممكن يلعبوا مع بعض، ممكن زي اخر ماتش، وممكن يلعبوا تاني مع بعض، بس ايزاك بيروح على الجناح. وبرده ايزاك ده شيء ما يقللش منه، برده ايزاك كان خطير في الماتش اللي فات، وكان ممكن يعمل نقط حلوه في الماتش بتاع ارسنال لولا تألق رامسديل. فميزة ويلسون هي ان هو اقرب للجون، حتى لما ايزاك بيلعب كمهاجم ما بيبقاش قريب قوي للجون زي ويلسون، وايزاك ساعات بينزل لتحت. ميزة ايزاك ان هو ضامن وقت اكتر، زي ما انتم شايفين ان هو 10 ماتشات 8 ماتشات اساسي، وحتى اللي هو الماتشين اللي كان نازلهم من على الدكه جاب فيهم نقط. فيعني انا شايف الاتنين حلوين جدا، كل واحد ليه ميزته. طب يا عبد الرحمن نجيب مين؟ انا الافضل سنه صغيره ايزاك، بس انا مع ان انت تجيب الاتنين، وتستاهل ان انت تعمل سالب عليها. الاتنين حلوين جدا ويستاهلوا سالب. انت بيلعبوا فرقة مالط مش موجودة في الدنيا وهتهبط، وفرقة تانية دفاعيا مالط وخلاص، يعني شوية شوية وهيفقدوا الامل اصلا في دوري ابطال اوروبا. فيعني هيبقوا بيلعبوا برضو بلا هدف في الحياة. نتكلم بقى في مقارنة تانية ومقارنة مهمة بين جويلينتون وويلوك. جويلينتون اخر 8 ماتشات لعب 7 اساسي، جاب 4 اجوان واسيستين. ويلوك 10 ماتشات 9 كان اساسي فيهم، جاب جون وصنع 4. منطقيا لما بتشوف بره الاحصائيات بلاقي ان ويلوك طول الوقت راشق في منطقة ال 18، بس بطيخة. ويلوك بطيخة والله بجد، سيء جدا، بيبقى قريب جدا للجون، خطير جدا، بس مفيش ما بيعرفش ان هو يفنش، ما بيعرفش يعمل حاجة في حياته. نيجي بقى لجولينتون، وفي نقطة مهمة جدا: هو جولينتون دايما بيبقى في الرسم التكتيكي قدامك ان هو بيبقى لاعب خط وسط، بس هو ساعات كتير دلوقتي المدرب بقى بيلعبه كجناح، بيلعبه ساعات كمان كمهاجم. لما ساعات مثلا ان هو يطلع ايزاك، يطلع ويلسون، ساعات بينزل بجولينتون لقدام. ففكرة جولينتون ان هو بيبقى اقرب للجون، جولينتون بيشارك كمان في الركنيات، دايما في الركنيات بيبقى خطير جدا. واللي بيركز مع ماتشات نيوكاسل دايما جويلينتون الركنيه دايما بتتلعب عنده عليه، يعني هو دايما بتتلعب عليه هو او شار او كده. لكن انا
يعني قلبا وقالبا مع جويلينتون، واختيار ريسك خطير. وعايز اقول حاجه بس، معلومه للهبيده اللي هيقعدوا يقول لك كلنا هنروح نشتري ايزاك وويلسون وجويلينتون وما حد، وفاكرين ان احنا هنعلى على اساس ان الناس كلها هتشتريهم. عايز اقول لك بس معلومه يا هبيد، ما تقعدش تصدعنا بالهبد والحنيكه بتاعتك. ايزاك مع 12%، ويلسون مع 9%، جويلينتون تقريبا ما كملش 2%. فبلاش هبد، بلاش هبد ارجوك. فانا افضل ثلاثيه بالنسبه لي من نيوكاسل: ايزاك، ويلسون، جويلينتون. لو معاك تريبيه خلاص ممكن تفك من جويلينتون او ويلسون، واحد من الاثنين، وبس كده. ندخل على برايتون، والسؤال الاهم بالنسبه لي: سولي مارش هيلعب ولا لا؟ دي هنشوفها في المؤتمرات، لحد دلوقتي لسه مفيش حاجه اكيده. الاصابه اللي قدامي ان هو هامسترنج، والهامسترنج بتاخد على الاقل اسبوع وشويه، يعني دي اقل واجب يعني. بس انا مشكلتي مع سولي مارش مش الاصابه بس، دي احنا هنعرفها ان شاء الله يوم الجمعه وهنشوف. بس انا مشكلتي مع سولي مارش ان هو في الجون بتاع ماكنيل، هو اللي صنع الجون بتاع ماكنيل، هو اللي باص الكره لماكنيل، ماكنيل جرى 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 وحطها في الجون. واول ما الجون ده دخل على طول في نفس الثانيه سولي مارش خرج. فانا مش عارف يعني، هو كان داخل كمان كاحتياط، يعني هو دخل وخرج. انا مش عارف هل هو فعلا خرج ولا المدرب قلب عليه، الله اعلم. بس انا شخصيا مش مستريح له. انا بالنسبه لي افضل ثنائيه من برايتون ان انت تجيب ميتوما ومعاها ماك اليستر. ماك اليستر بقى بيتقدم كتير، وضربات جزاء وركنيات، وهيظبطك نقط. ماك اليستر بيعرف يجيب نقط حلوه، وهو من النوع اللي هو لو عمل حاجه صغيره بيشفط التلاته بونص. فالاتنين دول حلوين جدا. التالت لو عايز تالت معاهم، انا بصراحة يعني رغم ان ستيل كان رجولة قبل كده بس بقى عرة، واعتقد انا شعوري ان هو هيقعد على الدكة يعني بعد الفضيحة اللي طلع بيها وجون في نفسه وحاجة تقرف. الدفاع مالت استوبينان حلو، بس ما اعرفش، انا مش مقتنع ان هم هيطلعوا بكلين في اي ماتش من الماتشين. ارسنال بره ارضه، نيوكاسل بره ارضه، مستحيل يطلع بكلين في اي ماتش من الماتشين. لو عايز تدي واحدة في الهبد كده بيني وبينك كده وربنا يسترها معاك، جرب على فيرجسون. جرب على فيرجسون. هو بص، هو ما بيلعبش، هو كان لسه راجع من إصابة، بس الواد ده مرعب، الواد ده خطير يعني. عارف هو، أنا بص وبقولها لك اهو عشان برضو ايه يعني ما تجيش تلومني، انا ما اعتقدش ان هو هيلعب اساسي الماتشين، بس انا اللي حاسس بيه ان هو اي وقت هينزل فيه حتى لو قليل هيجيب حاجة. فده شعوري الخاص. نصيحة للناس اللي ترتيبها فوق: احترموا نفسكم، احترموا نفسكم وهاتوا صلاح. احترموا نفسكم وهاتوا صلاح. صلاح وهو ميت، انا قلت لك، انا عمال اقول لك قبل كل جولة صلاح ميت، صلاح وحش جدا والله العظيم، وحش جدا. سيبوكم من الاجوان، فعلا مستواه وحش جدا، بس هو بيجيب. خلاص هتعاند مع نفسك، هتعاند مع، هيفضل ينزلك في الترتيب. التلات جولات دول هيكرهك في العيشة واللي عايشينها، وهيقعد ينزلك في الترتيب اكتر. هاتوا يا عم، هاتوا. وعلى فكره بقى معلش، انا جربتها على فكره قبل كده في فرقتي، وحتى في الفتره دي يعني جربتها حتى ما عملتش كونفيرم. بس عادي انت تقدر تجمع بين هالاند وكين وصلاح من غير ما تبوظ فرقتك، عادي جدا ممكن تعملها والله العظيم. عادي لو انت ظبطت فرقتك من اللعيبه الحلوه زي ويلسون، ايزاك، ماك اليستر، ميتوما، اللعيبه الحلوه دي هتقدر تظبط نفسك وتجيب الثلاث لعيبه، وهيبقى عندك الفرقه كلها بتلعب كمان. فيعني ركز في النقطة دي. كيم مهم، صلاح مهم، صلاح مهم جدا. ده صلاح الجولة دي بالذات مرعب مرعب. بيلاعب ليستر دي انتوا مش متخيلين، ده انت لو جبت لهم بترول اسيوط هيجيبوا فيهم اجوان. ليستر دي فرقة ضد الكلين شيت، فرقة ضد الكلين شيت. بتقول لك بص، اي فرقة ملط، اي لعيب ملط لازم يجيب فيا. انا واثق ان ليفربول في الماتش ده يعني هتعمل فيهم حاجات قليله الادب قوي في الماتش ده. مش يعني ليفربول مش هتكسب 2-3. عارف في قله ادب وسفاله هتحصل في الماتش ده. عايز اتكلم قبل ما اتكلم بقى في عموما في التوقعات، عايز اتكلم عن السيتي وايفرتون قبل ما الناس ايه، في ناس بتخلع في نص الحلقه. فانا عايز الحقكم بالسيتي وايفرتون. انت بقى فاكر ان السيتي بقى هتكسب بحفله لا يا حبيبي، انسى. بص مبدئيا كده انا واثق مليون في المية ان هتحصل مدورة فظيعة، مدورة تاريخية في الماتش ده. وهيبقى جوارديولا عنده حق، يعني انا مش هقدر الومه. انت دلوقتي ماتش 1-1 مع ريال مدريد، ماشي ممكن ما يكون لك احسن سنة صغيرة، بس ده برضو مالوش يعني، ده مش مقياس، لان ريال مدريد عادي بيقدر يكسب بره الارض.
بقى الماتش التاني على ارضك، وماتش ايفرتون ماتش بدني ومقرف، وهيبقى يوم الاحد، وعلى طول هيبقى 2-3، وبعد كده الماتش يوم الاربع. مفيش وقت، مفيش وقت ان هو يعني ينزل لعيبته الاساسيه وتتعب تروح نخرجها وممكن يتصابوا، لان لعيبه ايفرتون لعيبه عنيفه جدا. انا اعتقد ان هيحصل مداوره تاريخيه، وما استبعدش ان هالاند يقعد دك. وانا شايف كمان ان هالاند ممكن يقعد دك، ده شيء منطقي. يعني انا شايف وواثق واثق ان محرز هيكون اساسي، فودن هيكون اساسي، الفاريز هيكون اساسي، خاصه ان هو ما عملش اي تبديل الماتش بتاع ريال مدريد، ما عملش ولا تبديل. ده معناه ان الفرقه اللي هي لعبت دي كلها هيريحها الماتش في ماتش ايفرتون. انا واثق ان هيريحهم، حتى لو هو عايز يضمن على الدوري، بس برضو انا واثق ان هيحصل حاجه زي دي، وحاسس ان ماتش السيتي وايفرتون هينتهي بنتيجه معقربه. 1-1، 1-0 لايفرتون، 2-1 لايفرتون. بص هيبقى فيها حنكشه. ما اعتقدش ان السيتي تكسب سكور. نتكلم بقى عن توقعات الماتشات والكباتن. توقعات الماتشات نبدأ بليدز ونيوكاسل. اعتقد ان نيوكاسل تقدر تكسب 5-6، وممكن ليدز تجيب جون او جونين كمان. الماتش ده هيكون من ماتشات الفترة دي، الفترة الجاية هيبقى فيها ماتشات فيها نتائج غير يعني نتائج اللي هي 5 و6 والفرقة التانية بتجيب زي الجولة اللي فاتت، شفت 4-3 و5-3 وشفت حاجات غريبة. استون فيلا وتوتنهام، اعتقد ان توتنهام ممكن لو خلوا عندهم دم يكسبوا 2-1، خاصة مع هبوط اداء استون فيلا الفترة اللي فاتت، بس اعتقد ان استون فيلا برضو تجيب جون. توتنهام ما اعتقدش انها تطلع كلين. تشيلسي ونوتنجهام فورست ماتش يعني متكافئ جدا. الناس فاكرة ان تشيلسي خلاص فاقت وبتاع، لا لا لا، مفيش الكلام ده. اعتقد مفيش كلين شيت في الفرقتين، او ممكن كمان يعني ما اعتقدش ان في كلين شيت، وممكن ينتهي 1-1 مثلا. اعتقد ان ممكن نوتنجهام يعني لو لعبوا كويس، لو لعبوا الماتش اللي زي الماتش اللي فات، يقدروا ان هم يطلعوا تعادل على الاقل مع تشيلسي. كريستال بالاس وبورنموث وفرقتين ما عندهمش اي هدف في الحياه. يعني افضل ان انا ما اتكلمش عن الماتش ده، بس اعتقد ان مثلا 1-1، 2-1 لكريستال بالاس، هيبقى حاجه كده. يونايتد وولفرهامبتون. يونايتد يعني امتى بقى هتفوق بقى من الغيبوبه اللي هم فيها دي؟ يعني انا بجد ما بقتش قادر افهم. انا المفروض يونايتد الماتش ده، وولفرهامبتون خلاص ضمنت البقاء وملهاش هدف في الحياة. يونايتد المفروض يسترجلوا، يونايتد يقدروا يكسبوا الماتش ده، ويقدروا يكسبوا بكلين لو لعبوا برجولة، ولو ديخيا ما عملش الحاجات الغريبة اللي بيعملها دي، وراشفورد يكون في مستواه. راشفورد يعني المفروض دي اعتقد دي اول مرة ياخد كده اجازة اسبوع حاجة كده، يستريح شوية من القرف اللي هو فيه ده، فاللي هو ان شاء الله الدنيا تظبط معاه. ساوثهامبتون وفولهام ماتش يعني ده خلاص هبط. الناس قاعدة عمالة تقول لا ما هبطش الرسمي، لا هو هبط خلاص يعني. فولهام برضه فرقة ملهاش أي هدف في الحياة. أعتقد الفرقتين هيجيبوا في بعض، ممكن 1-1، 2-2، أيا كان. وساوثهامبتون هنودعها في الجولة دي. برينتفورد وويست هام. ويست هام خلاص بنسبة كبيرة ضمنت. برينتفورد اعتقد انها تقدر تكسب الماتش ده، وممكن كلين. توني يقدر يعمل حاجة. انا كان معايا توني وبعته، بس انا عارف ان توني يقدر يعمل حاجة في الماتش ده. ايفرتون ومان سيتي. وزي ما قلت لك انا حاسس ان الماتش ده هيبقى معقرب. اعتقد ممكن ما يبقاش فيه كلين للسيتي اساسا في الماتش ده. واعتقد ان يعني في مداورة جامدة، في مداورة جامدة قوي. اعتقد ان هالاند ممكن يريح. اعتقد جريليش او دي بروين على الاقل واحد، على الاقل واحد من الاتنين يريح. ارسنال وبرايتون. والماتش ده اعتقد ان هيبقى فيه جوان كتير. اعتقد ان ارسنال ممكن مثلا تكسب 3-2 حاجه كده. ميتوما ماك اليستر معاك من الناحيه دي. عندك يا بخت اللي معاه مارتينيلي، بالذات مارتينيلي هيعمل شغل. ساكا معاك. انا قرفت من ساكا بصراحه، انا سايبه معايا عشان بحبه مش اكتر، لكن انا عارف ان هو لاعب عره ومش هيعمل اي حاجه في حياته. اوديجارد راكب الفورمه الحلوه. خيسوس فكك منه، لاعب عره جدا. ليستر وليفربول. ليفربول بص، معاك دفاع من ليفربول نزله، رغم ان ليستر بتجيب اجوان بس ممكن يظبطوه، يعني ممكن يطلعوا كلين. ليفربول ساعات بتطلع كده بكلين غير منطقي، فهات انزل بدفاع ليفربول عادي. صلاح يعني اوبشن كابتنه خطير في الجوله دي. وعندك نيوكاسل وبرايتون. وزي ما قلت لك نيوكاسل تقدر تكسب، وتكسب كمان 4، بس برضو برايتون تقدر تجيب جونين مثلا. فأنا شايف إن يعني الماتشات دي
يعني فيها ماتشات حلوة وماتشات غلسة، وفي ماتشات هتحصل سكورات فيها سكورات كبيرة. نتكلم بقى عن اختيارات الكابتنة. لو انت راجل قلبك خفيف وضعيف، انا بصراحة انا ما اعرفش، انا الجولة دي مش حاسس هالاند. فانا بالنسبة لي اوبشنز اللي هو الناس اللي هي بتحب تمشي جنب الحيط، قدامك اختيارين. الناس بتوع الريسكات قدامك اختيارين. الاختيارين بتوع الامان: صلاح رقم واحد، ومش قايل هالاند، انا مش قايل هالاند. رقم اتنين هاري كين. انا يعني حاسس الاتنين دول يقدروا يعملوا شغل حلو. ندخل في الريسكات، وانا افضلهم ايزاك وويلسون، وخاصة ايزاك. بس كده يا شباب، استنوا حلقة المؤتمرات يوم الجمعة، واظبطوا اللايكات والسبسكرايب والشير لاصحابكم، واشوفكم على خير.